لحظة وصول الزعيم عادل إمام لتقديم واجب العزاء في الفنانة ناهد رشدي على كرسي متحرك. تسريب فيديو ليه، وكمان آخر رسالة كانت الفنانة ناهد رشدي قالتها للزعيم عادل إمام قبل وفاتها كانت إيه. تعالوا نشوف بالصوت والصورة لحظة وصول عادل إمام، وليه ناس كتيرة جدا جدا حبت تتصور معاه وهو بالشكل ده، وهو باين عليه كل علامات الكبر والعجز. هنعرف مع بعض كل التفاصيل، وكمان هنقول الوصية الأخيرة للفنانة ناهد رشدي رحمة الله عليها اللي توفت عن عمر ناهز 68 عام. ندعي لها بالرحمة وما ننساش نوحد الله ونصلي على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. الفنانة ناهد رشدي اللي رحلت عن عمر ناهز 68 عام بعد صراع مرير بقالها سنين كتيرة جدا مختفية عن الشاشة، بقالها سنين تعبانة بالمرض طبعا السرطان. جالها تعبت جدا، اتعالجت فترات طويلة، ولكن كانت مؤمنة جدا جدا وعارفة ان لكل اجل كتاب. رحمة الله عليها اوصت هذه الفنانة بالتبرع على روحها بجزء من الاموال، وكمان قالت ان انا برعى شوية ايتام اتمنى تفضلوا ترعوهم زي اكني انا موجودة بالظبط. طبعا الفنانة ناهد رشدي تكاتف عدد كبير جدا من الفنانين انهم يروحوا في تشييع جثمانها، كان طبعا على رأسهم الفنانة وفاء عامر والفنان ياسر جلال والفنان محمد رياض. بعض الأقاويل قالت ان الفنانة عبلة كامل كانت موجودة، ولكن الحقيقة ان الفنانة عبلة كامل فقط نعتها بكلمات مؤثرة جدا جدا، وقالت رحلت حبيبة عمري وعشرة العمر الحلوة وعشرة الأيام الحلوة ثانية في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي. كمان العزاء بتاعها الفنان عادل إمام الزعيم أصر انه يحضر، بالرغم انه ناس كتيرة جدا فضلت تتنمر عليه ويقولوا ان شكله بقى بشع جدا جدا وعلامات الكبر والعجز بانت عليه، اكنهم هم هيفضلوا بالسن بتاعهم. ما كلنا هنكبر يا جماعة طبيعي. وناس تانية كتير جدا قالت كنا نفسنا نتصور معاه، ولكن كان في حراسة مشددة وكان نازل على كرسي متحرك ومفيش 5 أو 10 دقايق بالكتير وسلم ورجع تاني. وناس قالوا ان اللقاء اللي كان ما بين ناهد رشدي وما بين الزعيم كانت مجرد مكالمة تليفون، وانها هي نفسها لما اتسألت في البرنامج قالت انا بسأل عليه، هو فنان محترم وكل حاجة. لكن ناس كتيرة جدا بتاخد عليه حتة انه يعني ما بيتبرعش او بخيل، او مع العلم ان الفنان عادل امام عنده اموال طائلة. عموما الله اعلم، ممكن يكون بيعمل ده بينه وبين نفسه، الله اعلم بينه وبين ربنا، دي حاجة احنا ما نعرفهاش. كمان الناس كتيرة جدا قالوا ان الفنانة ناهد رشدي في الفترة الاخيرة قبل وفاتها كانت خلاص دخلت في غيبوبة وما كانتش متذكرة اي حاجة. المعلومة دي خاطئة، هي كانت تعبانة لكن كانت فايقة، لدرجة انهم قالوا فعلا نطقت الشهادة أكتر من مرة قبل وفاتها. توفت في نفس يوم عيد ميلادها 14 سبتمبر. ادعوا لها بالرحمة.